هو في فراخ شوايه سوري تطلع من غير توميه ومخلل؟ وهل الساندوتش ده طوله فعلا 45 سم زي ما بيقولوا ولا لا؟ النهارده هنجرب الوافد الجديد اللي جاي من المنصوره، مطعم الراتب الشامي، بعيدا عن شغل بقى الدعايه والكلام ده. انا رحت المطعم في الافتتاح التجريبي اليوم، هم فتحوا الخميس انا رحت الجمعه، وكان اول اسبوع ده بيفتحوا من الساعه 6 مساء. مكانه في شارع طرح البحر جنب جراند اوتيل والفا بياتو. المكان كبير وشيك، وشكلهم كده ما بيعملوش شاورما لحمه. فطلبت شاورما فراخ عربي وسط، دي بتبقى 9 قطع او ساندوتش ونص، وغالبا بيستخدموا ساندوتش الحجم الصغير. ده شكل الوجبه، مع شويه بطاطس كده متفرقين في كل حته في الطبق، شويه على الكول سلو وشويه على التوميه، وقطع عيش محمره. البطاطس مش احسن حاجه، شاربه زيت كتير. التوميه طعمها خطير، ممتازه جدا. الكول سلو حلو، مش مسكر، حادق سنه بس حلو وكريمي. قطع شاورما صغيره جدا، وفي قطع الحشو فيها قليل جدا جدا، وطعم العيش طاغي على طعم الفراخ من قله الحشو. في خيار مخلل جوه الساندوتش. دي قطع حشوها كويس شويه، بس برضو الساندوتش زي ما قلت رفيع قوي. بس طعم الفراخ الشاورما حلو جدا ونظيفه، وتتبيلتها ممتازه. طلبت كمان نص فرخه شوايه سوري، جاي معاها طبق رز بسمتي. الطبق من بره شكله كده ان الكميه قليله، وفعلا يعني اقل من نص الطبق، كميه قليله جدا على نص فرخه. الرز طعمه حلو، مش مزيت، وبهاراته متوازنه مش اوفر. جاي مع الفراخ من فوق كده رغيف عيش لبناني وقطعتين محمره وشويه بطاطس. حجم الفراخ وسط، ولونه ودرجه الشوي حلوه. نبدا بالورك عشان ده الافضل في الفراخ الشوايه. الفراخ تحفه، طريه ونظيفه وطعمها خطير، حتى الصدر كمان ممتاز. بس للاسف مفيش توميه ولا مخلل. لو قلنا بلاش مخلل، بس فين التوميه؟ كويس ان في توميه مع الشاورما، هنستلف منها شويه، والميكس ده بيبقى جامد جدا، الرز مع الفراخ والتوميه. وعشان الاكل عجبني، وخصوصا الفراخ الشوايه، جربت الاكل من عنده تاني. لكن بعدها باسبوع الافتتاح الرسمي، طبعا هو بيعمل خصم 50% على الشاورما. كان عامل الكلام ده يوم الخميس، انا رحت الجمعه بعيدا عن الزحمه. طلبت نص فرخه شوايه، طبعا المره دي صغروا طبق الرز نفسه، ما زالت كميه الرز قليله، والبهارات المره دي زياده عن المره اللي فاتت، بس شغال. جايبين المره دي مع الاكل توميه ومخلل. المخلل كويس، بس التوميه مش زي المره الاولانيه. هي شغاله مش وحشه، بس المره الاولانيه كانت احسن. نخش على المهم، الفراخ نفس الحكايه، رغيف العيش والقطع المحمره، وشويه بطاطس مقليه كتير اكتر من المره اللي فاتت، وكمان طعمها كويس مش شاربه زيت. الفراخ بقى كانك اشتريت من مطعم تاني خالص، لا نفس الطعم ولا نفس التسويه ولا نفس التتبيله. الفراخ كانت حادقه جدا، بص اللون حتى مش مستويه زي المره اللي فاتت خالص. ولو ده كان مستوى المطعم المره الاولانيه، انا ما كنتش طلبت منه تاني. وكمان كنت طالب وجبه ميكس جريل، عباره عن فراخ جريل مخليه، وقطعتين كفته فراخ، واتنين كفته لحمه، وتقريبا قطعه شيشه او حاجه زي كده. الفراخ كلها سواء الجريل او الكفته، التوابل اوفر، طعم قرنفل على قرفه ضارب، مش عارف ليه كل التوابل دي. انا مش ضايق حاجه من الاكل غير التوابل بتاعتهم. كفتة اللحمة هي الوحيدة اللي كانت هادية شوية. الوجبة دي سعرها كويس، بس للي بيحب بقى البهارات الكتير في الأكل. كمية الرز تعتبر شغالة، بيجي معاها طحينة ومخلل. واخر حاجة جبت سندوتش شاورما كبير مسمينه شومة، بيقولوا ان طوله من 40 ل 45 سنتي، بس اما قسناه طوله 35 سنتي. شغال، وزنه 450 جرام تقريبا، اغلبهم عيش طبعا. ده شكل السندوتش من جوه، كمية عيش مرعبة، والحشو وسط، مش كتير قوي ولا قليل قوي الصراحة. وطعم الفراخ زي ما قلت المرة الأولانية ونفس الطعم، نظيفة وتتبيلتها ممتازة جدا. كمان في حاجة أخيرة، المنيو بتاعهم فيه عايز يتظبط، يعني مش كاتبين فيه مكونات الوجبات. يعني كل وجبة بيجي معاها ايه، رز، عيش، مخلل، بطاطس، ايه اللي بيجي مع الوجبات مش عارفين. حتى الصواني، مثلا صينية اسمها الراتب، ايه هي مكوناتها؟ المفروض يبقى مكتوب مكونات كل صنف عاملة ازاي. باختصار، الشاورما عنده تعتبر حلوة، بس نسبة العيش للحشو تتظبط شوية. باقي الأصناف اللي جربتها للأسف مش هطلبها تاني طبعا. المطعم واضح ان عنده مشكله كواليتي كنترول، وانت وحظك بقى، الاكل يطلع حلو يا يطلع نص نص. وكمان انت فاتح جنب جراند شاورما، اللي انا في رايي هو افضل شاورما في بورسعيد كلها. اي نعم اسعاره ارخص من جراند، فرق واضح، بس الكواليتي عنده لو عرف يظبطها ساعتها ممكن ينافس. بس دي تجربه الراتب الشامي. سلام.